السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وكل الولاد بيحبوها وبسيطة، وبالنسبة سعرها بره طبعا مش مكلفة بالنسبة للسعر اللي احنا بنشوفه بره. انا معايا هنا مية البصل ومعانا فلفل وملح بس، مش اكتر من كده. اللي حصل النهارده ان بنتي بتقول لي انا عايزه اجيب كريب يا ماما. قلت لها ماشي هاتيلك كريب. لقيتها بتقول لي اللي هو بالبانيه ب 65 جنيه و 75 جنيه. ليه ان شاء الله. والله رحنا جايبين فرخه حلوه كده كبيره وخلينا الصدر بتاعها، وعلى طول حطيته زي ما شفتوا كده ميه البصله، بصله كبيره بشرتها وخدت ميتها وملح وفلفل ونقعتهم فيها بس، مش اكتر من كده. والوراك والهياكل والكبده والقمصاية هنعملهم وجبه تانية، وهنشوف مع بعض هنطلع كميه قد ايه. معانا مايونيز، معانا مستردة، معانا كاتشب، ومعايا الخيار اللي احنا خللناه مع بعض في العيد. خرطت خيار صغير جدا جدا كده وجهزتهم. خلاص كل ده انا ايه عشان الفراخ حطيتها تتبل. وجهزت هنا معايا الدقيق، معايا فيجيتار، معايا بقسماط، معايا عيش فينو مثلا ناشف محمصاه، اضربيه في الخلاط في مفرمه الخلاط وجهزيه. ومعايا هنا بيضه واحده بس حطيت عليها نص كوبايه لبن. هضيف عليهم حبه فلفل اسود وسنه ملح صغيره. هنقلبهم كويس كده. انا بجهز الحاجه عشان الفراخ تبقى او البانيه يبقى بيتبل يعني. لو وقت غير الوقت دلوقتي انا كنت خليتها مثلا ساعتين ولا ثلاثة او من بالليل، ولكن هو الموضوع ده كده يعني. لا طب احنا هنعملها يعني الفرخة هتبقى اغلى من ان انا اجيب لها رغيف السوري، ولكن البيت كله هياكل منها، يعني هتبقى غدا للكل، مش هتبقى الواحد بس. فالفراخ كده خلاص انا طلعتها عشان نجهزها. خدتها من الخلطة اللي انا حطها فيها اللي هو التتبيلة اللي هي مية البصل وملح وفلفل بس، وضفتهم حطيتهم على الدقيق والبقسماط، وبعدين هحطهم في البيض باللبن ده، وبعدين ارجعهم في الدقيق تاني واقلي. انا ما زودتش اي بهارات تانية او اي توابل تانية، بجد بجد. في اكلات من كتر ما بيتحط لها بهارات وتوابل طعم الاكله نفسها مش بيظهر. يعني البهارات بتغطي على الاكله نفسها، سواء فراخ او سواء في نوع من المحاشي ناس بتضيف لها بهارات كتيره جدا، او يعني لحمه فراخ الحاجات دي. في ناس فعلا او في بعض البهارات الكتيره اللي بتتحط بتغطي على طعم الحاجه نفسها. فلا خلينا نستطعم فعلا. والله اهالينا ما كانوش بيشتغلوا الا بالملح والفلفل، وبسم الله ما شاء الله اكلاتهم كانت جميله. الله يا رب يرحم موتانا ويشفي مرضانا، اللهم امين يا رب العالمين. دايما ندعي لموتانا بالرحمه يا رب. يا رب ارحم موتانا جميعا يا رب واشفي مرضانا ان شاء الله. وهنكمل يا حبايبي مع بعض الوصفه. كده انا خلصت. زي ما اتفقنا خدته من التتبيله على البقسماط بالدقيق، وبعدين حطيته في البيض، وبعدين حطيته في البقسماط بالدقيق وطلعته كده جاهز. مجهزه طاسه على النار فيها زيت، وطاسه تانية بقلي فيها البطاطس. انا ما مش مبينه لكم البطاطس عشان اختصر الوقت بتاع الفيديو، ما اطولش عليكم اكتر من كده يعني. هنقلي البانيه كده كله جاهز، وهنقليه يعني جهزناه خلاص على القلي على طول. هنهدي شوية النار عليه، ما نخليش النار عالية. لما تحطيه ما يبقاش الزيت بارد ولا سخن قوي يحرقه ويبقى نايم من جوه يعني. طبعا هي البانيه ما بياخدش وقت، ولكن ما ينفعش تقدحي الزيت قوي يعني. خلاص كده يعتبر خلصنا البانيه. بصوا الكمية اللهم بارك قد ايه يعني، والله العظيم كل ده من الفرخة، من الفرخة واحدة. انا خليت الصدر بتاعها وزي ما قلت لكم والوراك والهيكل هنعملهم يوم تاني. وده الصوص اللي احنا مجهزينه، ودي البطاطس اللي احنا قليناها. والبطاطس في تتبيله للبطاطس ممكن لو موجوده عندك تحطيها، مش موجوده انا الخلطه اللي مجهزاها دي اللي انا بحطها والله كركم وكاري وكمون وملح.
هتحطيهم على بعض وتقلبيهم وتحطيهم على البطاطس، ريحتهم جميله جدا. الكاري حلو قوي قوي على فكره طعمه في البطاطس. انا مش هشتغل بعيش سوري ومش هشتغل باي حاجه مش موجوده عندي، لا انا عندي الرقاق اللي احنا اشتغلنا بيه في العيد. احنا عملناه مع بعض الرقاق الطري. انا ما شاء الله عملته معاكم برضو باللحمه المفرومه، وكانوا فاضلين عندي حبه حلوين كده، حطيتهم في الفريزر، حطيتهم في كيس وحطيتهم في الفريزر، طلعتهم واشتغلت بيهم. مش هيقول لا، بالعكس ده جميل جدا وحاجه نظيفه ومعموله في البيت، وكده الوجبه كلها على بعضها انت عملتيها في البيت. اللي فيه اضافات تانية حابب يحطها او حابب يضيفها. بس هو كده زي الفل يعني، على السعر اللي احنا بنشوفه كده تمام يعني، المتاح عندك مشي بيه الدنيا. كده خلصنا الكمية. الرقاق لما تطلعيه من الفريزر ما تمسكوش تشديه على طول، لا سيبيه، هو الجو سخن فبيفك بسرعة، انما لو شدتيه من بعضه لا هينشف. شايفين البانيه اللي فاض معايا؟ يعني انا عملت الكمية دي كلها والبانيه ده كمان فاض معايا بعد ما خلصت. هنجيب طاسة او جريل او الموجود عندك، حطي بالفرشة كده زيت وتحطي فيه الرقاق او الكريب او ايا كان اللي هتشتغلي بيه. هنحطه ونهدي عليه النار، ما تبقاش عالية قوي، هدي عليه عشان ما يتلسعش. وهجيب غطا حلة واضغط عليه عشان ياخد لون، وطريقة سهلة حبايبي. اللون الحلو ياخد معاكي شكل الجريل وكده، او لو في طاسة برضو مش فارقة، المهم ياخد اللون المذهب. وهنعمل الكمية كلها مع بعض. شايفين ما شاء الله ما خدش وقت، ووفرتي قد ايه، ووفرتي يعني فلوس قد ايه. لو انت هتجيبي بعدد البيت كل واحد من بره، شوفي التكلفة هتبقى قد ايه. ان شاء الله الوصفة تكون بسيطة وسهلة. وزي ما اتفقنا احنا حاجات كلها يعتبر بطاطس عندك في البيت والرقاق، وما بيقولش لا، جميل جدا. شايفين شكله عامل ازاي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش حبايبي التعليقات، ما تنسوش اللايك، وشكرا لدعمكم. يا رب الوصفة تكون حبايبي عجبتكم. ده السوس عملته معاه، وشكرا والسلام عليكم.